حسام عبد المجيد جاله عرض من الدوري البلغاري ب1.5 مليون يورو ولا 1.5 مليون دولار. ناس عمالين يقولك ده كوبري للأهلي، ده هيدح يا عم. أنا كزملكاوي عايزه يروح للأهلي كوبري عادي، بس اخد من وراه فلوس، ما يحصلش فيها زي ما حصل في زيزو. فاضل في عقده سنة، هتقعد تقرفه وتقول له جدد، طب ما تجددش، طب اقعد العب، طب اعمل. هيروح ببلاش وتاخد على قفاك زي ما حصل معاك في زيزو. ولو حصل معاك كده في 2 لعيبة، يبقى انت لازم تمشي بقى كمجلس ادارة وكجون ادوارد. مهما عملت يبقى انت مغفل لا مؤاخذة. يعني مرتضى منصور وقت ما امام عاشور حب يلوي دراعه قال له اتفضل مع السلامه، وخد من وراه 3 مليون دولار ولا 2 مليون دولار وخلاص، ويشوف مستقبله. اللي مش عايز الزمالك احنا ما منعزوش. بعدين معلش، وحسام عبد المجيد ده انت مطلعه من الناشئين، ما كانش بيعرف يلعب كوره اصلا، هو يا دوب طول وكور عاليه وبتاع. واللعيب اشتغل على نفسه وطور من نفسه، والمدربين طوروه، خد خبرات مع الزمالك وبقى حسام عبد المجيد. هتعرف تطلع غيره بالراحه. يعني الوقت ما بقاش فيه فروقات بين اللعيبه المصريين، كله شبه بعض، وسينا زي سونيا. عندك الزناري هاته، حتى لو مش قد كده. الونش اول ما جبته كان مش قد كده، كان برضو بيضرب وبيخبط ومش عارف ايه. حبه حبه خد خبرات مع الونش، مع ربيع. واسمه ربيع، اسمه ايه، مع اسماعيل قصدي. الونش واسماعيل والواد اللي هو محمود اسامه المساك وزناري. عندك 4 مساكين حلوين. اتزنقت في اي حد، هاتلك بقى واحد من الناشئين، لعيب من نص الملعب مساك. تشقلب بقى تشقلب. انت شفت كل ما بتكسب الدوري وانت معكش لعيبه، ده بيبين لك. كسبت مره مع فيريرا بالناشئين، وكسبت مره مع معتمد جمال باللعيبه الناشئين. انت عندك ناشئين حلوين احسن من اي صفقه. رجع عاطف، خليه بديل لبزيره. طلع واد جناح يكون بديل والله انا نسيت اسامي اللعيبه، يكون بديل لشيكو بنزا من الناشئين. وهات لك، طلع لك من الناشئين نص ملعب يكون زي طارق حامد بيخبط وبيضرب. بيقولوا طارق حامد رجع تاني يمسك فريق الكرة ولا يبقى فريق الكرة. خليه يبص في الناشئين على لعيب يبقى شبهه يطلعه لنا، وسيب المركب تمشي. خلاص لازم تفوق، لازم تقعد موسم على الاقل من غير صفقات ومن غير مدرب اجنبي ومن غير ما تقعد تدفع دولارات علشان تفوق من الديون. فما ينفعش خالص انك تفرط في معتمد جمال الموسم ده. السنة الجاية دي بتاعت معتمد جمال. الراجل كسب خبرات، كان في كمية ضغط في أصعب دوري في تاريخ مصر، في تاريخ الدوري المصري، وخده. ده اداله خبرات 10 سنين قدام مع نهائي الكونفدرالية. فالراجل عنده خبرات، والفريق ده تقل وخد خبرات من ضغط الماتشات والضغط اللي فيه. انت حافظ على القوام بتاعك، اديله رواتبه، ويسيب معتمد جمال هو بينه وما بين اللعيبة يعني تجانس، وعارف يخلق لهم دوافع وبس. عادي، ما ادينا شفنا ما بنعملش انجازات الا بالمدربين المصريين. المدربين الاجانب ما بيضيفولناش حاجه. ما لما الاهلي يجيب مدرب مغربي، معلش يعني، ده المغاربه بياخدوا المدربين المصريين عندهم زي طارق مصطفى، والمدربين يضيفوا للدوري المغربي. احنا بقينا ناخد مدربين مغاربه. يعني انت لو عايز مدرب مغربي هات الركراكي بقى. الركراكي عمل فرق في تاريخ الكره العربيه، يعني هو اللي غير فكره العرب للكره. غير كده المدرب المصري اولى. ولا انت عندك عقدة الخواجة؟ بعدين معلش، ياسر ابراهيم اللي هو الاساسي في منتخب مصر واللي الناس كله بتتكلم عنه دلوقتي، طالع منين ياسر ابراهيم؟ ما طالع من ناشئينك. فانت ما تستهونش بالناشئين، بس اصبر عليهم. ما احنا جبنا ياما صفقات ومشيوا ودفعنا لهم ملايين. نضاي ده اللي عايز 1.5 مليون دولار ده، وعمل ايه في حياته عندنا؟ ما كانش ناشئ اولى بالفرصة بتاعت نضاي دي، وكنا وفرنا كل الدولارات دي. اما بالنسبه للجوانب الايجابيه بقى، ففي ناديين اندمجوا في الدوري المصري، بتروجيت وانبي. فحسب الاخبار يعني ان هم اندمجوا مع منتخب السويس ومع الشرقيه. نتمنى نتمنى حد يلاقي حل في الاسماعيلي لو هبط هيحصل الترسانه، مش هيصعد تاني. حرام عليكم تسيبوا الاسماعيلي. الدوري بيفقد قيمته شويه شويه ويبقى دوري شركات. المفروض حد يتدخل من الدولة، حتى مش هقولك بقى من نادي الاسماعيلي وجماهير الاسماعيلي، ويقول الاسماعيلي لازم تدمجوه مع نادي من النوادي دي، سواء البنك، سواء وادي دجلة، سواء الجونة، اي شركة من الشركات اللي بتلعب في الدوري الممتاز. ما ينفعش تسيبوا الاسماعيلي، لو هبط مش هيطلع، هيحصل الترسانة.